السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناه، فيديو جديد ووصفه جديده. غنصاوب معكم هاد الحريشات اللي كيجيو رائعين، كيجيو لذاذ وكيخرجوا كميه كبيره. بسم الله، ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بيضه واحده، كاس مع مرش ديال السكر حبيبات، شويه ديال الملح، وساشي ديال السكر بنكهه الفاني. انا استعملت هنا 2 ساشيات. الا كان عندكم دانون بنكهه الفاني استعملوا غير ساشيه وحده. وكنطرب هذا السكر حتى يذوب. ضروري هذه المرحله هذه تذوب السكر، ما تخليوش باين، حنت مع السميد ما كيذوبش لينا. استعملت هنا قشور ديال الليمونه، استعملوا ديال الليمونه ولا ديال الحامضه، راه بحال بحال في المذاق، ماشي ما مختلفينش. وكاس ديال زيت المائده. كنطرب حتى كينسجموا المكونات، الزيت مع البيض مع سنيده. استعملت هنا دانون طبيعي كما قلت لكم. الا كان بنكهه الفاني العادي استعملوه، بجوجهم راه بحال بحال. طربوا مزيان. كاس ديال عصير الليمون، كيعطي لهاد الحريشات هادو واحد المذاق وكيجيبهم رطبين. كتشربوا السميده، ضروري شي حاجه اللي كتكون سائله هكا باش كتجي السميده رطبه. نبدا ندخل هنا السميده رقيقه. عندي هنا نص كيلو 500 غرام، كندخلها تدريجيا. استعملت هنا 2 الكيسان وخميره ديال الحلوى من حجم 20 غرام. الا كانت العاديه ديال 8 غرام استعملوا 2. زدت هنا الكاس الثالث. كتبان ليا باقا خاصها، المهم انا دخلت ليا هنا نص كيلو اللي هي 500 غرام ديال السميده. ما دلكوهاش، خدموها غير بالفوي هكا ولا بيديكم. الفيرميسيل 3 المعالق، استعملته في المجمد باش ما يذوبش لينا في الحرشه، يبقى شاد شويه. لكم الاختيار، استعملوه ولا ماشي. لما كانش متوفر لكم ديروا الزبيب اي حاجه ولا خليوها غير هكاك. صافي هنا غنحيد الفوي وغنجمعها بيديا. نجمع هاد الجوانب ونخليها ترتاح شويه. نغطيها ترتاح شويه ونرجع معكم باش نشكلوها كويرات. استعملت هنا 2 معالق ديال الكوك والسميده غليظه. ممكن ديروا غير السميده ماشي مشكل، ولكن هذا الكوك هذا كيعطيها واحد الشويكه وواحد المذاق زوين. صافي ندوز يدي في الماء باش ما يلصقش ليا الخليط في يديا، ونبدا نشكل كويرات.
هاد الحريشات هادو راه كيجيو لذاذ وكيجيو رائعين وما كياخدوش منا بزاف د الوقت، حتى نوجدو كويس ديال اتاي ونحضروهم راه كيجيو رائعين. صافي نبقى نشكل هاد الكويرات هادو ندوزهم في هاد الكوك والسميده غليظه، كنحاول نديرهم قد قد، ما كنبسطهمش نخليهم هكا. الفران كنكون سخنته على 150 درجه، وكندخلهم يطيبوا على الوجه هو الاول حتى كيتشقوا، عاد كنطلعوهم من الفوق. الا كان عندكم الفرن ديال الغاز، الا كان الفرن الكهربائي ندخلوهم نشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت. كنحاول نقادهم بيدي هكا باش كيجيو مقادين. عندي 500 غرام ديال السميد، راه كيخرجوا تبارك الله، كيخرجوا كميه لا باس بها. انا سالي الكميه اللي عندي، خرجت ليا 2 لاطات 22 حريشه، واستعملت فوقهم الكوك من الفوق باش كيعطيهم واحد الشويكه مزيانه. ندوز نطيبهم ونرجع معكم. كنخرجهم من الفران كيجيو مشقين ولذاذين في الحقيقه، التصوير ما عطاهمش حقهم، وكيجيو رطبين ومزيانين وما كياخدوش منا بزاف د الوقت. كيجيو كلهم بحال بحال، ما كيجيوش مختلفين، وبالصحه والراحه.